الأستاذ حفيظ دراجي واحد من المعلقين الكبار، واحد من الإعلاميين الكبار على مستوى الوطن العربي. والفكرة هنا مش فكرة إعلامي يتحدث بصوت الجزائر، بل إن أنت أهم فجر إعلامي موجود على الجزائر، موجود في الجزائر، فلما تتكلم الكلام هنا له وزن وله قيمة. الأستاذ حفيظ دراجي، وأنا بحط نفسي مكانه لو الموضوع يختص بمحمد صلاح على سبيل المثال، دعا امبارح في الوقت اللي كان بتعقد فيه الجائزة والمسابقة في المغرب لاختيار الأفضل في أفريقيا كل الجمهور إنه يا جماعة دلوقتي حالا أهو احنا لازم نحط صورة رياض محرز، علشان رياض محرز لم يفوز بجائزة أفضل لعيب في أفريقيا، ما ترشحش ضمن الثلاثة، وقال بشكل علني أنه محرز في حد ذاته جائزة لا يحتاج إلى تتويج زائف دون مصداقية من طرف الهيئة القارية، والليلة لازم تعلن جماهير الكرة في العالم عبر حساباتها في وسائل التواصل عن تتويج رياض محرز كأفضل لعيب في أفريقيا لسنة 2023 بالهداوة كده وواحدة واحدة. أولا إن أي دولة بشكل عام تبدأ تخش في معركة ضد الكاف وضد اختيارات الكاف كويس، بس لازم هنا يكون عندك بنى، بمعنى ان المسألة ما كانش ليها علاقة بس بموضوع رياض محرز، لنفس العركة ونفس الخناقة سواء من الأستاذ حفيظ دراجي أو من الجمهور أو من الإعلام الجزائري كان له علاقة بالمغرب والجزائر. فإذا كانت المسألة ليها علاقة بأنه مغرب وجزائر في دي، فأوسمن هو اللي كسب. وإذا كانت المسألة ليها علاقة بمسألة تنظيم كأس الأمم الأفريقية وإنه المغرب واخدة حاجة زيادة عن الكل، فبرضه الموضوع لازم تسأل نفسك فيه السؤال: هل الجزائر كانت حقا جاهزة إنها تستضيف كأس أفريقيا؟ هل الجزائر جاهزة إنها تستضيف كأس العالم؟ أتمنى إنه لكن الواقع الجزائري الموجود في الوقت الحالي بيقول لك إنه لسه شوية. الواقع الجزائري الموجود في الوقت الحالي او الواقع الافريقي بقى بيقول لك انت لما تخش عركه بالمنظر ده فلازم يبقى الاساس قوي. يعني اذا كان هناك ضغطا مصريا في بعض الامور الخاصه بالاهلي ومباريات السوبر الافريقي والجداول والمواعيد، واذا كان هناك ضغطا مغربيا له علاقه باستحقاق المغرب انها تنظم بطولات او تاخد حاجه زياده عن الباقي، عينك يعني انا واصل معاك للماكسيمم، فانت هنا باني على قوه كبيره جدا للاهلي وللانديه المصريه في المسابقات، وباني على انه الوداد واخد قوة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، على نجاحات موجودة عند المغرب بمختلف بقى الحاجات الرياضية، فرق ناشئين، فرق شباب، منتخب أول، ناس عملت أسدز في الأرض قوية. أي نعم ده مش كل حاجة، مش عشان أنا مش جامد تحرمني، يعني الموضوع مش كده، بس الموضوع إنه لازم تكون عامل كل حاجة صح علشان تستحق اللي أنت بتقوله. أنا بتكلم على أصل الموضوع، مش رياض وحكيمي وبونو. وبالتالي هنا لما تبص على الأندية الجزائرية اللي احنا كمصريين او كعرب متابعين للشكل الحالي، يعني بنقول انه يا اهلا وسهلا بعودة المولودية والبلايلي والدنيا وكل حاجة بتحصل، يا اهلا وسهلا بيها. فاذا كنا بنقول ده، واذا كنا بنقول انه المسألة هنا ليها علاقة بالجزائر والمغرب، فالمولودية اللي لسه بادئ يقول انا راجع من تاني، شباب بلوزداد اللي لسه بيقول انا راجع من تاني، الأندية الجزائرية اللي بدأت تظهر في الوقت الحالي، انت لسه محتاج شويتين 3 4 علشان يكون الاتهام منطقيا. اما فيما يتعلق برياض، فرياض وفيكتور اوسمن كان الصراع بينهما لا شأن للمغرب بذلك، وكان اوسمن من وجهة نظر الفيفا عمل اعجاز، لانه نابولي لا يفوز بالدوري في كل سنة، ظهر في المباريات القوية كلها الحاسمة في الدوري الايطالي، فالراجل بالنسبة لهم عمل حاجات اقوى بكتير مما عمل رياض محرز اللي تألق، اي نعم اللي كان موجود مع مانشستر سيتي في التتويج بكل البطولات، لكن التأثير في المباريات الحاسمة لهذه البطولات لم يكن بنفس تأثير اوسمن في المباريات الخاصة بالكالتشو. إذا كان الموضوع له علاقة بقى بأشرف حكيمي بمحمد صلاح بحاجات عاملة كده، فدي أمور أخرى، لكن بنتكلم على اللي حسم الجايزة، اللي تواجد في الجايزة، لأنه حضرتك اللي أعلنت أنه الرياض يستحق الجايزة، فخلافك ما كانش مع صاحب المركز الثاني أو الثالث، بل خلافك كان مع من فاز بالجائزة الذي لم يكن مصريا والذي لم يكن مغربيا.